أوقات كتير بنبقى قاعدين كده بنقلب في التليفون من غير أي هدف، وفجأة تلمحي فيديو عنوانه يشدك وتقرري خلاص ان انت هتتفرجي على الفيديو ده. وده بالظبط اللي حصل معايا. الفيديو كان فيه بنوتة جميلة بتتكلم عن سبب أو سر النجاح في حياتها، وبدأت تقول ان سر النجاح ده مفيش حد اتكلم عنه قبل كده، وده لان هي اتعلمت السر ده لما كانت في الثانوية العامة، وده كان السبب في الفتح العظيم اللي حصل في حياتها وقلب حياتها رأسا على عقب. وقالت ان هي اتعلمت السر ده لما كانت في الثانوية العامة، وبعدها الحمد لله طلعت من الأوائل ودخلت كلية الطب، وبرضه طلعت من الأوائل في كلية الطب. وبعد كده قدمت بقى على وظيفة في أكبر مستشفى في أمريكا، وبالفعل اتقبلت في أحسن مستشفى هناك. ولما كان حد بيقابلها يسألها ايه هو سر النجاح، كانت بتقول ان معظم الناس كانت بتتوقع ان انا هتكلم بقى عن الدراسة وعن تنظيم الوقت، بس لا، السر اللي انا هقوله حاجة تانية خالص معظم الناس ما بتاخدش بالها منها. قالت ان السر ده بيتمثل في الآتي: هي ردة فعلي لما كنت بشوف اي حاجة بحلم بيها او بحبها او بتمناها في ايد شخص تاني. يعني ايه؟ يعني بتقول ان رد فعلها لما كانت بتشوف حد بيمتلك حاجة هي بتتمناها، عربية مثلا، او الشخص ده بيشتغل في وظيفة هي كانت بتتمناها، او اي شيء بيعجبها او بيخطر على بالها شافته مع حد تاني، كانت بتقول ايه بقى؟ كانت على طول تقول الدعاء اللي انا هقول لكم عليه ده. كانت بتقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقني خيرا منهم. قالت مش بس كده، ده انا كمان كنت بقول الدعاء ده وملتزمة بيه لحد دلوقتي، بدعي بيه دايما علشان ربنا ينظف قلبي، لان احيانا الانسان ممكن يحسد بدون ما ياخد باله. كانت بتقول ايه بقى في الدعاء التاني؟ اللهم لا تجعل في قلبي ذرة حقد او حسد لأحد من خلقك. ومن وقت ما داومت على الدعائين دول ربنا فتحها عليها، لان فعليا لما بتتمنى الخير للناس وربنا يشوف قلبك صافي تجاه الناس، ربنا بيديك على قد نيتك وبيرزقك على قد تعبك. فبكده انت كل لما تشوف حاجة بتعجبك عند الناس انت بتدعي لهم، وكمان بتدعي لنفسك، وبتدعي ان ربنا يحفظ قلبك من المشاعر السلبية اللي فيها حسد وكره وحقد على الناس. ومن هنا قررت ان انا ما احبسش المعلومة عندي ابدا، وان احنا لازم نستفيد كلنا ولازم ناخد العبرة من الفيديو ده. الفيديو ده لو انتوا واخدين بالكم يا بنات لخص فكرة عميقة جدا جدا، قد ايه كلنا ما كناش قادرين نفهم فكرة ازاي اطهر قلبي من الحقد والحسد والكره للناس، او ازاي اقدر اسيطر على قلبي، لان احنا يعني كلنا ممكن نحسد من غير ما ناخد بالنا وممكن. لكن فكرة الفيديو لخص لك قد ايه الموضوع بسيط جدا، من خلال دعائين تقدري تقوليهم انت كده بتخلصي قلبك فعلا من الحقد والغل على الناس، زائد ان انت بتدعي كمان لنفسك، يعني انت كمان طلبت الخير من ربنا واكتر وزيادة، لان سبحان الله ربنا مالك خزائن السماوات والارض. ففعلا لما احس ان انا بدأت ان انا احقد او اغل او اكره حد لانه احسن مني، طب ليه ما استبدلش المشاعر دي بالدعائين دول؟ ادعي بالدعائين دول لما اشوف حد بيمتلك حاجة انا بحبها او حاجة كان نفسي فيها، او ليه ما كنتش انا ده؟ فبدل ما اقول كل ده اتلخص الموضوع في دعائين بس لو التزمت بيهم ربنا هيكرمك. اوعي تفتكري ان الشاطر شاطر بذكائه او بمجهوده او بعمله او بكل ده، لا، دايما هتلاقي الجانب الديني هو دايما الكفة الراجحة اللي بتنجح اي عمل في الحياة. فدايما
خدي اي موضوع من المنظور الديني. عايزة انجح، عايزة افرح، عايزة ابقى احسن، عايزة اطور من نفسي، ما تدوريش وتقولي ليه ده ولا. قولي يا رب افتح عليا زي ما فتحت على الانسان ده، يا رب اديني، يا رب فهمني، يا رب علمني. دايما الدعاء يبقى في دماغك، لان يعني معظم الفيديوهات اللي بتتكلم عن قصص نجاح او بتتكلم عن حد جات له ثروة، هو مش بشطارته ومش بذكائه ومش بعلمه ولا اي حاجة من دي خالص. هو لانه انسان صادق مع نفسه، اعتمد على ربنا وربنا افاض عليه من فيضه. فانت ليه بدل ما تقعدي تبصي لده وتبصي لده؟ لا، ركزي مع ربنا اللي بيدي ده وده وده وهيديكي برضو. اللي عايزة اقولهولك انك تتخلي دائما عن الاسباب الدنيوية وتركزي بس، وتعلقك ومحور حياتك كله يكون هو ربنا. خاطبي ربنا بالدعاء، ربنا هيريحك وهيجيب لك من الآخر، بس انت اعتمدي عليه صح وثقي فيه، ويقينك دايما يبقى بربنا. اتمنى تكون القصة النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها وطلعتوا منها بمعلومة ولو بسيطة. وانت كمان شاركينا لو عندك قصة او دعاء معين او اي حاجة كانت سبب في الفتح في حياتك، ياريتك تعرفيها للناس يمكن يستفادوا بيها. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.